دايما بنتكلم عن حاجة. يمكن بعد ما قلنا في حلقاتنا السابقة اللي كانت على اليوتيوب عن موضوع الشخص النرجسي. آه، اتكلمنا عنها كتير لدرجة ان كان في ناس بتبعتلي على الصفحة تسألني بالنسبة للشخص النرجسي احنا هنعيش ازاي بعد منه. وكان في حد حتى كان بيتكلم ان زوجته كانت نرجسية ومش عارف ان هو ازاي يعيش بعد كده مع الابناء بعد ما هي سابت يعني الأسرة يعني أو سابت له الأبناء. في نقطة عايزة أكلمكم فيها. إحنا دايما بنبص على الشخص اللي كان عايش معانا، يعني إحنا بنبص على الزوج، أو بنبص على الأب أو الأم أو الإخوات أو الأصدقاء أو الزملاء أو الناس اللي كانوا موجودين حوالين مننا. فدايما بنعمل عملية إسقاط على الشخص اللي هو كان موجود، ان احنا بنتكلم عن ان الشخص ده هو اللي كان عامل لينا المشكلة، او احنا متضايقين من ان احنا حاسين ان احنا ضحايا للموقف ده. فتلاقي الشاب او الشابة المراهقة مثلا بيبقى المشكلة بتاعتها ان بعد مشكلة معينة مع الأسرة تبدأ بقى ايه، تحس ان كان في مشكلة بينها وبين الأسرة، وتبدأ بقى تبني على ده مشاكل تانية. يعني تقولك أنا حصل كذا كذا فهم السبب، هم اللي عملوا فيه، هم اللي هتلاقي برضو اللي عنده مشكلة مع شريك الحياة برضو نفس الحكاية، زملاء العمل برضو نفس الحكاية. طيب احنا خدنا الجانب الأولاني، وأنا قلت قبل كده إن احنا نعمل مجموعة حلقات تغطي فكرة ان انا بتعامل مع شخص نرجسي. وانا قلت قبل كده ان الشخص النرجسي هو شخص سام، وانا ما فيش قدامي غير حلين: اما ان انا بتعايش مع الشخص النرجسي وده في حالات معينة، ان او الشخص السام او الشخص اللي هو دايما بيأذيني او كده، في بتتعامل معاه بطريقة سلمية. طيب في بعض الاحيان لا، بيبقى لازم ان انا اتخلص من التعامل مع الشخص ده، يا اما بتجنبه او بقلل المعاملة، او اني بحاول اشوف وسيلة لان انا ازاي اتعامل مع الشخصية دي. يعني يبقى في تعامل بس في كنترول على المعاملة مع الشخصية دي. طيب نيجي بقى المردود عليا انا كشخص، انا عملت ايه او انا استخدمت ازاي في اني ادخل في الدايرة دي وبعدين اطلع منها في الاخر ان انا بشتكي او بعمل اسقاط على الجوانب الاخرى اللي حوالين مني، وابدا اقول لا ده في مشكلة هنا وفي مشكلة هنا وفي مشكلة. في نقطة واحدة احنا ما بنبصلهاش: الاشخاص الاخرين بيبقى عندهم نوع من الثقة زايدة عن اللزوم، اللي هي بتوصلهم لمرحلة انهم بيحسوا ان هي الانا الايجو عندهم بتبقى عالية، فيقوم يقول انا اللي ايه، انا استحق، انا عايز، انا اللي هعمل. فتبص تلاقي ان عنده الايجو ده عالي وحاسس ان كل حاجة بيعملها بتبقى صح، مع انه ممكن يكون الشخص اللي قدامك ده هو اللي غلط، وهو اللي بيعمل اسقاط عليك بالانانية اللي عنده. طيب انت بالنسبة لك ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان نسبة ان الانا عندك قليلة، حب الذات عندك قليل، احترامك لذاتك مش متواجد. افتقدته امتى بقى؟ ممكن يكون افتقدته وانت صغير من خلال التربية، انك انت دايما خدت على طريقة معينة، انك تكون انسان مطيع، انسان طيب، انسان بيسمع الكلام، بيعمل كل حاجة علشان اللي حوالين منه يبقوا راضيين عنه. فهتلاقي ان في جزء انت مفتقده او انت مفتقداه موجود فيك انت. فاحنا ما بنديش فرصة لنفسنا ان احنا ندور على نفسنا احنا نفسنا. طيب النقطة التانية اللي احنا يعني بنفتقدها ان انا ابدأ اقول الفرق ما بين حاجتين: الانانية وحب الذات. يعني ايه؟ في ناس بتقولك لا انا ما اقدرش ان انا احب نفسي قوي والا انا هبقى انسانة انانية. لا، هو في فرق ما بين هنا وما بين هنا. هدي مثال بسيط: احنا دلوقتي لو 2 اخوات، واحدة دايما بتاخد هدوم اختها الجديدة ودايما هي اللي بتنزل بيها وبتخرج بيها وبتروح بيها، مع ان التانية لما بتجيب الهدوم تقول مش مشكلة وفيها ايه خليها ايه هي اللي تخرج بيها، خليها.
خلي بالك ان في واحدة اكتسبت حق بقى خلاص، ما بقتش مرة او اتنين في تنازل، لا ده بقى حق مرة واتنين وتلاتة وعشرة ومية ومليون. والتانية تنازلت عن حقوق اكتر من مرة، فبقى ده شيء مكتسب خلاص. ففي الحياة اللي احنا بنعيشها لما بندي لحد، لان احنا بنتربى كلنا على العطاء. يعني احنا دايما الاسر عندنا كانت تربينا على العطاء، اللي هو يقول لك ايه، حب زميلك، حب او حب زميلتك، اديهم من اللي معاكي، خليكي طيبه، اعملي كذا. في البيت نفسه كمان بتلاقي ان بعض الاسر بتلجأ لحتة ان انا ايه، بضرب علشان خاطر هم يحبوا بعض، فانا بضرب هنا علشان ده يدي لده وده يأكل ده وده يعمل لده. طول ما انت عندك ده مبني، فبالتالي انت ما عندكش حتة حب الذات لنفسك، اللي هو حتة ان انا احترم نفسي، انا ادي لنفسي انا احقيتها. فبتكون النتيجة ايه بقى حضرتك؟ انك انت شخص يطلع اناني قوي، اللي هو بقى بيتغير على حسب ان هو في اشخاص انانية، في شخص سام، في شخص نصاب، في شخص منافق، يعني متعددين. نيجي بقى للشخص اللي احنا دايما بنقول عليه طيب، ده لا هو مش طيب ولا غبي ولا هو الإمعة ولا الحاجات دي كلها، لا ده هو شخص كان مسالم، شايف الصح، هو شخص عقلاني، بيوزن الأمور بطريقة عقلانية، بيتعامل مع الناس بطريقة عقلانية. فبالتالي بيتم استغلاله من خلال الأشخاص اللي حوالين منه، نتيجة لأنه هو إيه، حس إن لا، هو باصص لأن حب الذات هو الأنانية. لا، حب الذات حضرتك هو مش أنانية، ولا زي بابا وماما معلمونا، ولا زي المدرسين بتوعنا معلمونا، ولا زي الكلام اللي بيتقال حوالين مننا في المحاضرات اللي بنسمعها في أماكن دور العبادة أو غيره. لا، حضرتك حب الذات إنك تكرم نفسك أنت بنفسك، سواء البنت أو الولد. وإن لم نجد ده في البيت عندنا وما تربيناش عليه، نحاول احنا نرفعه، لان مش هتلاقي اللي حوالين منك بيدعموك او بيرحموك او بيدولك الايجو بتاعتك المناسبة اللي لو كنت انت اللي هتفرضها عليهم. طيب احنا هنقول بسرعة كده ان احنا بتنشأ عندنا من جوانا في بعض المشاعر السلبية اللي بتكون نتيجة لان احنا زي ما انا قلت دلوقتي ناتج ان ايه، لا ما تحبش نفسك، لا ما تبصش لنفسك، الحاجات اللي هي ايه اللي بتفضل موجودة. ففي واحد بيبقى متأثر بيها لان هو طبيعي، هو معطاء، وفي واحد تاني بيبقى عايز ياخد ياخد ياخد، فهو ده الشخص اللي بيجتذب كل حاجة لنفسه، وبيتحول للأشخاص اللي احنا قلنا عليها، اللي هي هنقول بعد كده ازاي كل شخصية من دي بتأثر، لأن مش كلها بس هي الشخص النرجسي، يعني مش هو واحد بس هو النرجسي أو النرجسية هما بس اللي بيأثروا فيه. طيب بنيجي إن بتظهر علينا علامات. انت بقى بص لنفسك بقى، سواء انت كنت مراهق وعندك مشكلة وبدأت تكتشف الحكاية دي، أو في مشكلة تانية مع الحياة، في الزملاء، في التعاملات، هتلاقي انك انت كام نقطة كده بص عليهم. لو حسيت انك بتحتقر نفسك، طب انت بتحتقر نفسك ليه؟ بتقلل من نفسك ليه؟ في الدنيوية دي ليه؟ بتحتقر نفسك ليه؟ هتلاقي نفسك انك انت ايه، الشخصية اللي هي اللي انا بقول عليها، اللي هو بقى بدأ يحس ان ما هو مش مدي لنفسه حب الذات او الاحترام والتقدير المناسب لشخصه. بتكون النتيجة ايه؟ الاحتقار ده بيجي من ايه؟ ان انا مثلا لو عملت ابسط غلطة، لا انا عملت، ويبدأ يحاسب نفسه حساب الملاكين. في اخطاء ممكن ان احنا نتعداها ونتخطى ده وندخل على حاجات تانية، لكن ما افضلش طول الوقت بحاسب نفسي. دي حاجة. الحاجة التانية، في حاجات غير الاخطاء البسيطة، لو هي حتى اخطاء كبيرة وانا اقدر ان انا اعالج الخطأ اللي انا عملته ده، اعالجه ازاي؟ تمام. هل بالرجوع لربنا سبحانه وتعالى، هل بان انا بشوف مثلا في حاجات معينه مثلا بنقدم عليها حاجات زي مثلا اللي هو مثلا من الناحيه الدينيه، مثلا لو انا اقليت في عباداتي لحاجه معينه، فانا بطلع مثلا زكاه، بطلع صدقه، بشوف الحاجه اللي هي مناسبه للحاجه اللي انا عملتها. مشاعر الغضب اللي انا دايما بصبها على نفسي لان انا غلطت، لا مش من حقك انك انت تحط الغضب الشديد قوي ده على نفسك، او انت حاول انك انت
تغفر لنفسك وتدي السماحية لانك عايز تحسن. يبقى دي نقطة. النقطة اللي بعد كده ان انا ابدأ بقى ادخل على حتة ايه، انا عندي مجموعة اخطاء قديمة انا كنت شايفاها في نفسي، فابدأ اسامح نفسي، ابدأ اواجه نفسي بالحاجات دي، انا عملت 1 2 3، ومرة مش كل يوم افضل اواجه نفسي بيها. تاني حاجة ما اقعدش اعمل صب للوم لنفسي عشان اقلل من نسبة الاحتقار لنفسي، كل يوم اعملها كأنها تمرين يومي ليا. هنا بكون انا عرفت ايه هي المشكلة اللي موجودة عندي. في مشاكل بقى تانية ممكن تكون نتجت عن ان انا عندي هوس بان انا اكون انسان كامل. يعني ايه؟ من واحنا صغيرين دايما يقولوا لنا ايه، خليك كويس، خليك مؤدب، خليك صادق، خليك. فالحته دي بتوصل بيا ان انا اوصل لمرحله ان انا عايزه ابقى انسان كامل. مفيش حد كامل، كل واحد عنده اخطائه الشخصيه وعنده الحاجات اللي هي ممكن ما يكونش فاهمها في وقتها صح. طيب نتيجة ان انا عمال اركز قوي ان انا ابقى انسان كامل، فبالتالي بيحصل ان انا ببدأ ممكن توصل لمراحل بقى تانية ان انا اكره نفسي. ليه؟ ممكن انا بسمع نقد من الاخرين. ليه؟ ممكن اكون انا شايفة او شايف ان في حد تاني احسن مني كشكلا او كحجما او كلبس او كاسلوب في الحديث، بشوفه هو احسن مني. طب ما انا ممكن يكون الشخص ده انا برضو عندي الملكة في حاجة تانية، ليه ابص كتير للي حوالين مني؟ دي حاجة. الحاجة التانية ان من كتر ما انا بصب على نفسي كراهية لشكلي، ابدا ادخل بقى في حتة ان انا ايه، مهتمش بصحتي، مهتمش بشكلي الخارجي، مهتمش بالعناية الشخصية لنفسي، فابدا انزل في مستواي. نيجي نبص نلاقي بعد كده ان انا عندي شعور داخلي بيبدا بانك ملكش قيمة. ليه؟ زي ما احنا قلنا كده، اللي هي البنت اللي بتقول ايه، مش مهم اختي هي اللي تاخد الفستان، ما هي بصت لان هي اقل منها، تقوم ليه التانية واخده بالها من نفسها على طول، فتقوم التانية هي اللي اجمل، فيبقى هي التانية اللي ايه المفروض ان احنا نهتم بيها، فتبدا هي تبص لنفسها انها مش هي الاجمل، فتبص لاختها ان هي اللي يعني احنا جبناها في حته الاخوات. وقيس على كده بقى في الاصدقاء، في الزملاء، في حتى في الزواج، شخص يبدأ يدي قوي زيادة عن اللازم، فشخص تاني يبدأ ياخد يعني بطريقة عامية كده بيبرطع في المكان بقى. نيجي بعد كده ان في نقطة ان انا حتة انك انت بتحس بالدنيوية دي او بالشعور انك انت ملكش قيمة، فتبدأ تفكر ان الاخرين هم اهم منك، فتبدأ عشان تحسنها لازم انت اللي تحط الحدود للآخرين، انت اللي تفرض عليهم ازاي يتعاملوا معاك. يعني مثلا في حد يقول لك ايه، انا متاح ل 24 ساعة تقدر تتصل بيا. لا، انا مش متاح ل 24 ساعة. ليه؟ مين قال لك ان انا متاح ل 24 ساعة؟ ما انا ليا حياتي الشخصية وليا حياتي اللي انا بقوم بيها واعمالي اللي انا بعملها، وفي ناس انا ملتزم ناحيتهم، المفروض ان انا اشوف طلباتهم. كلمة أنا متاح 24 ساعة دي بتدي إيحاء إن أصدقائك دول يتصلوا بيك في أي وقت. وممكن يكون في استهبال واستعباط، مش لأنهم محتاجينك أو في حالة urgent، مثلا حد هيتنقل المستشفى. فبلاش الحتة دي. الحتة التانية إن أنا يبقى عندي حساسية مفرطة، إن كل ما حد يقول لي كلمة أزعل منها. طب أنا ممكن اللي قدامي يكون بيتنمر عليا، بيتريق عليا، بيسخر مني، عايز يقلل مني. طب أنا أخد بكلامه ليه؟ ما أنا أسمع الكلام وأوزنه وأشوف هل الكلام ده فعلا فيا، هل أعرف أرد على الكلام ده، هل القعدة كلها على بعضها أنا محتاجاها، هل الناس دي تخصني، هل الناس دي لها مؤثر عليا، هل أنا ممكن أخد الكلام وأرد عليهم. بس أهم حاجة إن أنا ما أسيبش اللي قدامي إن هو يسخر مني طول الوقت، لأنك في لحظة كده في ناس بتروح قايمة من القعدة وماشية وفي لحظة السخرية. طب ما أنت سبت حقك ما خدتوش، واديت impression ان الشخص ده افتكر ان لما هو قال عليك الكلام ده فانت فعلا حصل معاك الحكايه دي، خلاص هو حس بان هو انتصر عليك او انتصر عليك.
في حاجة تانية، ان انا لازم يبقى لي زي ما قلت دلوقتي بيبقى ردة فعل، بس ردة فعل يا اما اتأنى يا اما يكون في ساعتها، يا اما ببدأ اخد ردود فعل بعديها، بس ان انا اقيم الكلام الاول عشان ما اعملش مشاكل. وفي نقطة تانية من جوايا انا ان انا بستفيد من الكلام ده. تمام. في نقطة تانية برضه عند الناس اللي هي بيبقى عندها عدم حب الذات، ان هي دايما قلقانه خايفه من الحاجات الصغيره والحاجات الكبيره. يعني كله عندها خوف، حتى يعني مشكله كبيره قوي يبقى فيه خوف، حاجه صغيره قوي يبقى فيه خوف. القلق على طول مستمر ال 24 ساعه، وعشان كده تلاقي الناس دي دايما بيبقى عندها تعب شديد جدا. يعني ممكن تلاقي مثلا الارق بقى منتشر دلوقتي بنسبه كبيره لناس اللي انا بقول لك او بخاطبكم دلوقتي، او اللي انا بكلمك او بكلمك عندكم انتوا حاسين بيها. خلي الارق على حاجه تخصك، ما تبقاش على حاجه يعني زي ما بنقول ايه، صغائر الامور. في حاجات كده بتبقى امور كبيره، حتى لما بنقول امور كبيره بنرجع تاني نقول ايه، انت لن تستطيع ان تغير هذا الامر الان. يعني مش هي لحظه ما انا هاجي انام واريح جسمي يبقى في اللحظه دي انا هغير ده، لا، انا اسيب الاول جسمي يرتاح وياخد طاقته واقدر استعيد نشاطي لتاني يوم، وبعدين بعد كده ابدا ارجع تاني افكر في الموضوع، بس بطريقه تانية اكون انا ارتحت وببقى ليا منظور تاني له بشكل جديد. في حاجه تانية، ان انا بيبقى عندي اوقات شعور دايما بالغضب. ليه شعور الغضب ده؟ انك انت بتبقى متحفز من كتر الضغط والشحن من الاخرين، فبتبقى انت متحفز من جواك انك عايز تغضب من الناس ومن الدنيا. وفي ناس بتوصل لمرحلة ان ساعة لحظة الغضب يعني زي ما بيقولوا كده بيبقى عامل زي بالظبط القنبلة اللي انفجرت يعني. فحاول انك انت ما تحملش نفسك اكتر من طاقتها، حاول انك انت تبقى هادي. اسوأ صفة من الصفات اللي احنا قلناها دلوقتي بالنسبة للإنسان اللي هو بيبقى ما عندوش حب الذات، مش الأنانية، إرضاء الآخرين. ودي اللي أنا قلتها على مثال حتى البنتين اللي هما الإخوات. قيس على كده إن في ما هي عدم حبك لذاتك، فأنت جاي من إيه؟ إن عايز ترضي الآخرين، عايزهم يحبوك، عايز تبقى أحسن واحد، عايز يبقى عندك حتة الكمال، فبيكون مردودها عليك الحاجات التانية اللي احنا قلناها، اللي هي الغضب، وانك انت بتحس بالدنيوية، وانك انت مش قادر تقدر نفسك، وانك متهتمش بمظهرك، لانك فكل ده جاي من ايه؟ انك عملت حاجة واحدة، حبيت ترضي كل اللي حوالين منك عشان اللي حوالين منك يحبوك، عشان تزود عدد الاصدقاء والزملاء، وان الجيران يحبوك، وان الشارع يحبوك، وان الناس تحبك. ده مين بقى؟ الشخص المستغل. لكن الشخص اللي بيستغل هو شخص بيستخدم عقله بأقصى درجة علشان يجذب الناس ليه بأسلوب الحديث اللي هو بنسموه البراق. دايما هذا الشخص ما بيطلعش نفسه ان هو غلطان ابدا ابدا، بيبقى عنده حتة الايجو بتاعت الانانية هي اللي عالية، مش حب الذات، وبيوصل لمرحلة ان هو شايف ان هو كل حاجة لازم تبقى بتاعته. فهتلاقي ده موجود في كتير قوي، في النصاب، في النرجسي، في الكذاب، في المنافق، اللي هو الشخص اللي بنسميه المصلحجي، اللي هو عايش على ان هو بيقتات على طاقتك انت النفسية. فامتى بقى نبدأ نقول لنفسنا لا احنا عايزين نبقى صح؟ لما نقول لا. كلمة لا في وقتها لازم تتقال، لا في وقتها لازم نقول لا على حاجات معينة اللي ما نقدرش نعملها ونضغط على نفسنا بيها. وهنا تبدأ بداية ان احنا نحب نفسنا.